انت تعرف ان الجيم هو سبب الشكل ده؟ بس قبل ما اقولك ازاي، انا وانت عارفين انك جربت كل الاسترتشات وكل تقويات الجلوتس عن طريق بريدجز والهيب ثراست، وفي الاخر المشكله لسه موجوده وشكلك زي رحيم ستير، وده لان العضلات دي اصلا ملهاش ذنب قوي، ودايما كنا بناخدها كبش فدا المشكله عندنا. عشان كده في الفيديو ده هشرح لك ليه الجيم اصلا هو السبب في المشكله دي، وليه كل الاسترتشات وتمارين الجلوتس مش هتحل، وهنعرف في نص الفيديو ازاي تحل المشكله وترجع شكل الحوض الطبيعي. بس قبل ما اكمل ادعمنا بلايك وشير لاصحابك وتابعنا على المنصات التانية، وما تنساش تنضم لعائله التليجرام لان هناك بقدر اتواصل دايركت مع كل حد بمشكلته وبنحلها سوا. المشكله عمرها ما كانت في كون الجلوتس مش شغال او الاليوسوس شاده بزياده، لكن المشكله الحقيقيه انك بتمرنها في وضع بدائي جدا، وضع ما فيهوش اي قيمه وظيفيه. الوضع ده بنستخدمه لما بيكون الانسان ضايع تماما، مش قادر اصلا يحرك البلفس بتاعه لقدام او ورا، وده لان مفيش فيه اصلا اي وظيفه حقيقيه، مفيش مقاومه، مفيش تحكم عصبي حركي حقيقي، بل حتى البرامج دي اصلا ممكن تكون السبب في الحركه اللي بينصحوا بيها دي. بتلاقيك من اول التمرين لاخرها انت قاعد بتمرن جهازك العصبي والفاشية وعضلاتك كلها انك تكون في الوضع ده، وتيجي اخر التمرين بتشتكي. طب ده ينفع يا كوتش؟ كل التمارين اللي انت شايفها قدامك دي بتساعد اصلا على ان انت يبقى عندك anterior pelvic tilt، وبيقوي الاجزاء اللي انت عايز فيها مرونة كبيرة، وبيدي مرونة تانية الاجزاء المفروض انت عايز فيها ثبات، وده بيخلي الشكل مش احسن حاجة حتى لو في عضلات، وتبدأ تظهر الام كتير زي الحوض واسفل الظهر، بل ممكن كمان يأثر على الرقبة فوق وعلى الركبة تحت. طيب وبعد ما عرفنا سبب المشكلة وعرفنا ان ده مش حلها، ازاي نحلها بقى؟ بس قبل ما نحلها عايزك تقوم حالا تقف وتعمل الاختبار ده. اقف وقفة ستيب ستاند اللي هي رجل قدام رجل، وحاول تحرك الحوض ورا والقدام ببطء. لو الحركة عندك صعبة ومش قادر توصل للمدى الحركي كامل او بتحس باوجاع وانت بتعملها، يبقى عندك فقدان للمدى الحركي الكامل بتاع الحوض، ودي حلها في انك تنام فارد جسمك كله على الارض وتحاول تزق ظهرك في الارض. وممكن كمان تستخدم اي حاجة، تحط تيشيرت، موبايلك، عشان تتأكد انك بتزق ظهرك على حاجة. ده هيديلك فيدباك كويس انك بتعمل التمرين صح. وهنا لازم نرجع لنقطة كلنا فقدناها، وهي نقطة الثبات، اللي هي البلفس ما يكونش مقلوب لا قدام ولا لورا، اللي هي نص المدى، لا قدام ولا لورا، وتثبت فيه 30 ثانية. ودي اول مرحلة. فهننتقل للمرحلة التانية، انك تقدر تمشي بيه 3 خطوات وانت محافظ عليه في نقطة ثبات. طب في مرحلة تالتة؟ ايوه، ولكن كل شخص على حسب قدرته وسبب مشكلة. عشان كده انا لازم اقيم الشخص كويس الاول قبل ما اقول له هنمشي على السيستم ده ولا ده. الخطوة التالتة الفاشية، وسبب الشكل ده اصلا هو شد الخط الامامي للفاشية وحمل زائد على الخط الخلفي، وطبعا كلنا مهملين الخط الجانبي والسبايرال لاين. حل الخط الامامي في تمرين زي ده بتقلب جسمك كله في الاتجاه المعاكس. اغلبنا بقاله سنين كتير ما عملش الحركة دي. اما بالنسبة للخط الجانبي لازم تعمل تمرين زي السايد بلانك، والسبايرال لاين بتعمل له تمارين فيها دورانات، ولكن تأكد انك مثبت الحوض. ما تعملش اي تمارين عشوائية تزود المشكلة وترجع تشتكي من الاصابات. الخطوة الرابعة الجهاز العصبي، وهنا اغلب الناس مش هتحب الكلام اللي انا هقوله. معركة الانتيريور بلفيك تيلت هي معركة وقت وتكرارات. انت على مدار اليوم بتعلم جسمك انه يبقى في البوزيشن ده 5-6 ساعات، سواء قاعد فيهم بتشتغل او راكب عربية. وفي المقابل كام مرة بتقلب البلفس لورا، كام مرة بتحطه تحت الاختبار. مفيش حد فيهم بيقولك لازم يبقى عندك لمبر كنترول وبيحط لك تمارين ليها، وفي الاخر بتلاقي جسمك وصل للشكل ده. عشان كده الحل هنا انك دايما تغير اوضاعك. كل 20 دقيقة اكسر الباترن الحركي بتاعك، لو قاعد اقف، لو واقف اقعد، وحركات مشابهة للكلام ده.
ملخص كلامي، الحوض هيروح لقدام حتى لو الجلوتس قوية وعضلات بطنك حديد. حتى واحنا قاعدين المفروض نكون قاعدين على العظمتين دول من عظم الحوض، لكن اغلبنا او 90% مننا بيقعدوا على العظمة دي، وبنستغرب ليه بقى عندنا انتيرو بلفيك تيل. وطبعا عشان كل واحد جسمه ومشكلته مختلفين، فعملت عرض اختبر جسمك، بيبقى عبارة عن سيشن بنحلل فيها سبب مشكلتك، وبنعمل نظام حركي على مدار شهر، وبعد الشهر بنعمل متابعة، ولو التزمت ولقيت النتيجة ما ظهرتش تقدر تطالب باسترجاع، لان هدفي تغيير عقلية الصحة الجسدية. فلو حابب تشارك اكتب اختبر جسمك في الكومنتس وهتواصل معاك، وما تنساش تنضم لعائلة التليجرام وتقولي لو انت مهتم موضوع الفيديو الجاي يبقى عن عاش يا كوتش.